السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله فيديو جديد. هنوريكم مع بعض إن شاء الله إزاي نغير الشربون. ده موتور غسالة وايت بوينت 7 كيلو. هنوريكم إن شاء الله إزاي نغير الشربون اللي بسببه الموتور ممكن بيبقى مش شغال والحلة ما بتلفش، فده بيبقى سبب من الأسباب. هنوريكم إن شاء الله إزاي هنغيره. نتوكل على الله مع بعض. مبدئيا كده ده الشربون الجديد، هو بيجي بالشكل ده كده، تمام زي ما انتم شايفين. ده المفروض اللي هو نوع ايطالي من محل اسمه العبودي في شارع نجيب الريحاني في القاهرة مصر، تمام. اول حاجة هنفك الجزء ده، تمام، هنفكه مع بعض كده. بسم الله. زي ما انتم شايفين في عالي ملحوظة، بس في عالي وفي واطي. دي انت ممكن تعملها بنفسك لو انت تقدر تفك الموتور. هوريكم ازاي الموتور بيتفك بموضوع سهل جدا. في عالي وفي واطي، تمام. هنوريكم بس الاول ازاي هنفك الشربون. فك صليب عادي كده. انا فكيت المسمارين اهو، تمام. هنشيل مع بعض كده. زي ما حضراتكم شايفين خلاص مفيش مكان اتاكل خالص. ده اللي بيخلي الموتور يلف وبيشتغل. زي ما حضراتكم شايفين هو ليه بنزين هنا، لازم يباتوا هنا، تمام كده. او حتى العلامة بتاعته باينة، يعني هنا هتلاقي فيه سمار شوية، هنا هتلاقيها ايه يعني نضيفة شوية عندي. فعشان دي علامة من ضمن العلامات. ولازم ملحوظة مهمة جدا لما يجي يركب، تمام، لازم اللي يركب يبقى في نفس الميل ده. يعني حتى لو حضرتك هتتلخبط ممكن تصورهم قبل ما تشتغل. دي نقطة. النقطة التانية ممكن تركب واحد واحد زي ما هنعمل دلوقتي مع بعض. هنفك واحد ونركبه. أول حاجة بنفك الترميلة دي، تمام. أو ممكن نخليها، يعني ممكن تخلع الجزء كله، ممكن تخليها زي ما حضراتكم شايفين كده. نفكها عشان نسهل على نفسنا، تمام. ادي الجزء الأولاني، الغطا بتاعنا اهو خرج. فك الترميلة خالص. اوكي، خلي السلك، هو مش عايز يتخلع خليه، تمام. ونقوم شايلين الجزء الداخلي ده كده. ادي ده اللي فيه الشغل كله. زي ما حضراتكم شايفين كده، ده اللي فيه الشغل كله. هوريكم ازاي بنغير ونطلع الشربون القديم ونركب الجديد. الموضوع سهل جدا وبسيط. انضفه بس من الرماد اللي عليه وارجع لكم تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده، ايه، انا نضفته شويه من الصماد اللي عليه، تمام. لازم اللي هيركب الجديد لازم يكون بنفس الميل بتاعه، نفس الاتجاه بتاعه، عشان ما يعملش احتكاك. لو انت ركبته بالمنظر ده بالشكل ده كده، اللي هو الناحية الحادة بتبقى عكس دي، فالمشكلة اللي بتحصل انها هيخلي صوت عالي جدا في الموتور، ممكن ياكل في الموبينة. هو بعد كده هياخد فترة لحد ما دي تتاكل وتطبع على الموبينة. لا، احنا بقى نركبه في نفس العدلة بتاعته بنفس الشكل كده. هوريكم ازاي نخلع دي ونركب دي. اول حاجة بسم الله بنطلع دي كده، بنزق دي كده لجوه بحاجة، تمام. بعد كده اقوم شادد السيل كده كده زي ما انتم شايفين. واقوم شايل ده كده بالراحة. خلي بالك عشان في سوستة ممكن تضرب مننا. واطلع دي بالراحة كده خالص. لازم احفظ الاتجاه. فانا بصوا زي ما حضراتكم شايفين، زي ما خلعت ده كده هجيب ده كده. كده انا اهو السلك خرج معايا الناحية التانية. واقوم جاي ممكن اقصر ده كده، ممكن اقصره مفيش مشكلة عادي خالص، بس انا هنخليه زي ما هو. زي ما انتم شايفين اتاكد ان الشربون بيخش ويخرج ايه بسهولة. اقوم جاي لافف ده كده. ما بقصش اللي في الجزء المعدن ده بيبقى طالع منه سلكه، دي ما بقصهاش، ما بيجيش جنبها خالص. كل اللي انا بتحكم فيه بتاعه الجزء الخارجي اللي هو بتاع الشربون. اقوم جاي لف كده، ما بيش لحام، رباط عادي خالص كده بالشكل ده كده. لحمه كويس جدا. اقوم جاي لف مره كمان، ما اخليش اي طرف خارجي منه خارج. احاول بس اوضح لكم على قد ما اقدر. دايما ابقى ضاغط من هنا اهو. الموضوع سهل وبسيط. انا على فكره مش فني، آه، بس انا عشان جالي فني قبل كده عملها لي، فانا بس ايه
لحمه كويس جدا. وقوم جاي لافف مرة كمان، ما خليش اي طرف خارجي منه خارج. احاول بس اوضح لكم على قد ما اقدر. دايما ابقى ضاغط من هنا اهو. الموضوع سهل وبسيط. انا على فكرة مش فني، آه بس انا عشان جالي فني قبل كده عملها لي، فانا بس ايه، شفت الطريقة وشفت كذا فيديو، فحبيت اشارككم ايه التجربة. اي زيادة معايا بقى زي ما حضراتكم شايفين كده ادخلها جوه السوست، ما اخليش اي جزء ايه خارجي. لو انا شايف ان دي فيها زيادة او حاجة ممكن اقصرها، مفيش مشكلة. يعني انا شايف ان دي مثلا ايه زيادة شويتين، اقوم جاي هنا كده بالقصافة بتاعتي واقوم ايه قصصها. الكربون الاولاني اللي احنا فكيناه وركبناه مع بعض اهو تمام، بس لسه مركبش مكانه. هنشوف زي ما حضراتكم شايفين الموبينة مليانة سمار من الشربون. فانا ممكن اجيب ايه، يا اما حته سلك مواعين قديمه تكون ناعمه جدا، يا اما تكون صنفره قديمه. صنفره قديمه بالراحه كده وبرفق باخد منها حته تمام، اثبت بايد والف بايدي التانية الموتور لحد ما ننضف مكان الكربون اللي طلع من الشربون القديم. ملفش عكس، ملفش كده، لا الف باتجاه الدوران بتاعي العادي زي ما حضراتكم شايفين لحد ما نفلت شويه. بفضل ادوس لجوه شويه او اضغط شويه لحد ما ينضف معايا ايه بشكل كويس. دي حاجه زي صيانه بسيطه كده ليه، وممكن بحاجه رفيعه زي خله السنان او بس ما تكونش يعني ايه برفعها اقصد يعني إيه. واقوم جاي ما بين زي ما حضراتكم شايفين بانت شويه اهي. زي ما باجي اجيب الحروف اللي هي ما بين كل بيت وبيت او مخده ومخده، واقعد ايه انضف كده اللي هي الدواخل اللي هنا لحد ما اتاكد معايا اللي هو ناعم وزي الفل. نعمل له كمان واحده. زي ما انتم شايفين بعد ما نضفناها بقت الدنيا معاها زي الفل اهي. النحاس الاصفر باين اهو. كده انا نضفت الموبينة تمام وزي الفل. هرجع بقى اثبت مكان الشربون بتاعي بالمسامير بتاعتي زي ما انا ايه زي ما كانت موجودة. انا كده مثبته كبنز، بس اثبته بقى ايه يعني مبيت البنز مكانه. معلش هو ممكن الفيديو مثلا يبقى بالنسبة لي يعني طويل شوية وبالنسبة لحضراتكم طويل شوية، بس هي في تفاصيل صغيرة كده لازم تخلي بالكم منها يعني. ثبت كويس. الناس اللي ممكن تتلخبط او ممكن تاخدش بالها ممكن تصور قبل ما ايه. بس حضرتك انا كده بلف ايه موتور ناعم وزي الفل معايا. ابتدي بقى ايه اعمل نفس اللي عملته هنا اعمله الناحية التانية. زي ما انتم شايفين دي اللي هي الناحية التانية اهي.
تمام. وده المدخل بتاعها او الميل بتاعها، والتاني هيفصل زي ما قلنا لحضراتكم، هيركب بنفس الميل بتاعها بنفس الطريقه كده عشان يطبع مع ايه، مع التاني. تمام. هنفك اللحام من هنا. طبعا الفن اللي كان عاملها قبل كده لف الزياده ايه من بره زي ما حضراتكم شايفين. احنا هنفك، لازم ندوس هنا كده الاول عشان يبقى معانا ايه براح نفك، عشان اخرج الزياده معانا الناحيه التانية. وخلي بالكم من السوسته، ندوس كده اهي، ندوس من هنا كده بحاجه رفيعه بنفك او بحاجه. تمام اهو. وامسك كده وابتدي ايه افك السلك بتاعي عشان يبقى معايا ايه براح. فكيت. هو طبعا شكله اتقطم منه قبل كده، فكان عامل ايه زي لفة خارجية كده من بره عشان يتجمع مع الترميلة اللي هنا. تمام. يعني همسك ده كده اخرجه. انا ماسك السوسته بايدي التانية اهي، خرجت ده اهو على جنب، واجيب التاني بنفس اتجاهه اهو، عايز احفظ الاتجاهات. طب انا نسيت وركبت الشربون باتجاه غير اتجاهه. عادي ممكن اخرج السوسته الفه كده او كده زي ما انا عايز، حر معايا. اتاكد ان السلك وصل لحد مرحله معينه. تمام كده. وابتدي ايه اربط من هنا ربط كويس، واقوم جايب، وابتدي ايه اربط من هنا ربط كويس، واقوم جايب الجزء اللي هو كان عامل بيه والف تاني. طبعا ده توضيحي اهو. اربط. ابتدت ايه دي ازود الزياده ادخلها لجوه، وبقت اتاكد ان هي ايه تخرج وتدخل معايا ايه زي الفل. وابتدي ابيتها في البياتة بتاعتها واركبها. زي ما حضراتكم شايفين احنا كده ركبنا الجزء التاني اهو. تمام. نصيحة بس صغيرة، واحنا بنعمل بالسلك المواعين، احنا بنعمل بالسلك المواعين لازم نلمه كده كويس جدا عشان مفيش اي بواقي او حروف من الرفيعة اوي ديت تقع جوه ما بين، توصل ما بين اي حاجة من بعضها لا قدر الله الموتور يحصل فيه مشكلة. فانا من وجهة نظري ان الافضل هي دي بتنضف، بس الافضل ان اللي يشتغل معاك يكون صنفرة ناعمة جدا. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين انا ركبت الشربون التاني اهو. هبتدي اثبته. واتاكد طبعا زي ما قلت لحضراتكم اهم حاجه عندي الاتجاه بتاع ميل الشربون. كده انا ركبت الطرفين اهو. ابتدي بقى ايه اركب الموتور واسقطه في مكانه تاني، وده ان شاء الله نعمله فيديو تاني باذن الله. ده كانت حلقتنا النهارده، ويا رب تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.